السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع. أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات لسون 3 صفحة 29 و 30 من كتاب جيم الأضواء إنجليزي الصف الرابع. نقول بسم الله، ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من حل التدريبات والواجبات. يلا يا بطل. أول حاجة choose the correct answer from A, B, C or D. عمر went on a trip، يعني عمر ذهب في رحلة with his parents مع والديه to the Nile river لنهر النيل. عندك walk يعني يتمشى، عندك class يعني فصل، عندك car سيارة. رقم 2 يوسف and his grandfather، يعني يوسف وجده took a small boat، يعني خدوا قارب صغير on the Nile river في نهر النيل. car يعني سيارة، هما ياخدوا سيارة في النيل. shop يعني ايه؟ محل. انما هنا هاوس يعني منزل. طيب بيقولك I saw، انا شاهدت الفيشر مين اللي هم الصيادين catching fish بيصطادوا السمك in the river في النهر. انما teachers معلمين، farmers فلاحين، doctors يعني اطباء. طيب بيقولك هنا the farmers الفلاحين plant crops بيزرعوا المحاصيل near the Nile near the river بالقرب من النيل. طبعا عندك fish يعني سمك، هم هيزرعوا سمك ولا يزرعوا ميه ووتر يعني ماء، ولا وستونز يعني حجارات او احجار؟ لا طبعا هما بيزرعوا المحاصيل كروبس. طيب ادم هيلبت هيز جراند فازر، يعني ادم بيساعد جده. هتقول له سيل ذا بودي ان هو يبحر في القارب. انما ايت ياكل، تيك يمشي، عندك سويم يعني يعوم. هنا بيقول لك they sat under a tree، هم جلسوا تحت الشجرة. and نقط to stories، واستمعوا للقصص. استمعوا يعني listened، يبقى listen to stories يعني استمعوا للقصص. so يعني يروا، هم هيشوفوا القصص ولا اللي هيساعدوا القصص، ولا شويد القصص هيظهروا القصص. طيب بيقول لك هنا read and complete the text with the word in the box. اقرأ النص وكمل بالكلمات اللي في البوكس. مديك هنا سيل يبحر، فوتو الصور، بوت مركب، فيشر من صيادين، عندك سيتي مدينة. last Friday الجمعة الماضية علي went with his father، يعني علي ذهب مع والده to the Nile للنيل. they took a small boat، هم خدوا قارب صغير and sailed on a calm water، وكمان أبحروا في المية الهادية. علي helped his father، يعني علي ساعد والده السيل ان هو يبحر the boat بالقارب. they saw fishermen، هم شاهدوا الصيادين catching fish بيصطادوا السمك. and children playing near the river bank، وكمان شاهدوا الأطفال بيلعبوا بالقرب من ضفاف النهر. علي was happy، علي كان سعيد and took photos، والتقط صور of the blue sky للسماء الزرقاء. catch calm crops fresh palm. I love my village، أنا بحب القرية بتاعتي. in the morning في الصباح the river the river اللي هو النهر looks calm بيبدو هادئ and blue وأزرق. the fishermen الصيادين get ready for work بيكونوا جاهزين عشان العمل. they sit in a small boats، هم بيجلسوا في قوارب صغيرة and catch fish وبيصطادوا السمك. on the river bank على ضفاف النهر. farmers الفلاحين water their crops بيزرعوا المحاصيل بتاعتهم and children والأطفال play near the palm trees بيلعبوا بالقرب من أشجار النخيل. the air الهواء is fresh بيكون منعش and the sun والشمس shines brightly بتلمع أو بتسطع بلمعان. ودي كانت صفحة 29. يلا بينا على صفحة 30. ما تنسانيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة يا بطل. يلا يا أبطال حبايبي. بيقول لك هنا read the text and answer the question، اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. لاmas grandparents يعني أجداد لاما live in a village بيعيشوا في قرية. the village is near the Nile بتكون بالقرب من النيل. it's quite and beautiful بتكون هادئة وجميلة. people woke up early الناس بتستيقظ مبكرا. and go to work on their farms وكمان بيذهبوا للعمل في المزارع بتاعتهم. they plant هم بيزرعوا vegetables خضروات and fruit وفواكه. children walk beside the river يعني الأطفال بتتمشى بجانب النهر. and see the fishermen وبيشاهدوا الصيادين and their boats والقوارب بتاعتهم. at the end في النهاية of the day في نهاية اليوم families العائلات sit together بيجلسوا سويا to eat عشان ياكلوا and rest ويرتاحوا. choose the correct answer from A, B, C or D. لما grandparents أجداد لما live in a village بيعيشوا في قرية. إنما city مدينة، أوسس واحد، تاون يعني مدينة. هنا بيقول لك the village القرية is quiet القرية بتكون هادية.
and beautiful وجميلة، إنما noisy فيها ضوضاء، loud يعني أصوات مرتفعة، hot يعني حار. answer the following question، جاوب على الأسئلة. what do people plant، الناس بتزرع ايه؟ قالك هنا vegetables and fruits، بتزرع في خضروات وفواكه. دي إجابة السؤال رقم 3. رقم 4 who do the children see on their boats، يعني الأطفال شاهدوا ايه في القوارب؟ هتقول له fishermen الصيادين. طيب what do families، ماذا العائلات do بتعمل at the end of the day، في نهاية اليوم بيعملوا ايه؟ اهو يا حبايبي دي جبت السؤال رقم 5. families sit together، بيجلسوا سويا to eat عشان ياكلوا and rest ويرتاحوا. يلا يا بطل في البنكتويت علامات الترقيم. what did you see on the river bank، انت شفت ايه على ضفاف النهر؟ هتحط الدبليو كابيتال وتكتب الجملة عادي جدا وتحط كوتشن مارك في نهاية السؤال لان ده اسلوب استفهام. طيب I went on a trip، انا رحت في رحلة، فانا احط الاي كابيتال واحط فول ستوب بنقطة في نهاية الجملة. بيقول لي هنا رايت باراجراف فور سنتس، بيقول لك اكتب باراجراف من 25 كلمة عن a day by the Nile river، عن يوم في نهر النيل، واستخدم كلمة بوت يعني قارب، سيل يبحر، كالم هادئ. هتقول له a day by the Nile river، يوم بواسطة نهر النيل is so calm، بيكون جميل جدا وهادي جدا. we went on a boat ride، احنا رحنا القارب وركبنا and sailed وأبحرنا across the river، عبر النهر. the boat القارب sailed smoothly، يعني القارب كان بيبحر بسلاسة. under the calm sky، تحت السماء الزرقاء. it was peaceful and relaxing day، كان يوم مسالم ويوم جميل جدا ويوم استرخاء، في استرخاء. كده احنا حلينا التدريبات. ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة. بالتوفيق والنجاح، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. مع السلامة.